السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد او وصفه جديده. انا حاسه وعارفه بان كاع العيالات بحالي ما كيبغيوش يدخلوا الكوزينه لمده طويله مع هاد الحراره، او كيقتلهم التفكير شنو غيوجدوا، وشي حاجه اللي غيوجدوها خاص ما تكونش كتشد ليهم اليد. فاليوم غنقترح عليكم هاد المقيله، قد ما هي مكوناتها بساط وسهلين، قد ما اللذه ديالها لا تقاوم، غتفاجئيهم. كذلك ممكن تضربي عصفورين بحجر واحد، تستغليها اما الغدا ولا العشاء، او لا تعتمديها كحشوه للساندويتشات. تابعي معايا الفيديو حتى الاخر. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا الكميه ديال الدجاج اللي مقطعين مربعات صغيورين، ممكن تعوضوهم بالكفته كيف ممكن تعوضوهم بالطون. غنحتاجوا البطاطا اللي حتى هي قطعتها مربعات، انا غنقليها، ممكن تسلقوها اولا تصوطيوها في الزيت. بصيله اللي كتكون مشلضه، وغنزيد حتى واحد الراس ديال الثومه، قزبر ومعدنوس، موتزاريلا محكوكه، ممكن تعوضوها بالبيض اولا. والتوابل غنديرهم كاملين، سكينجبير، الملحه، البزار، الخرقوم، شويه شويه، وغنسم بالزعتر. اول حاجه كنصفي هذيك البطاطا وكنديرها على جنب كتقلى، ممكن تسلقوها الا ما كتبغيوش شي حاجه مقليه. في مقيله اخرى كندير شويه ديال الزيت، كندير هذاك راس ديال الثومه اللي محكوك مع بصيله اللي مقطعه مربعات، كنبقى نديهم ونجيبهم في هذاك الزيت حتى كتهبط. من الاحسن المقله اللي تكونوا غديروا تكون ما كتلصقش، باش هكا كيعطيكم لوغو ديال المقيله زوين. اون فوا كتهبط هذيك المقيله مزيان، كنضيف عليها داك الصدر ديال الدجاج اللي مقطع مربعات، ممكن تعوضوه باش ما بغيتو، وكندير القليل من الملحه، كنخليه حتى كيتقلى مزيان وكيطيب. صافي كنغطي عليه. اون فوا كيطيب كنزيد التوابل اللي ذكرت معكم من قبل، كنحرك الكل، وكنزيد هذاك المثلث ديال اولا كامل اللي كيزيد يعطيها واحد الطعم رائع. ممكن هنا ديروا النص ديال اولا والنص ديال كريمه ديال الطبخ، كيف ممكن ديروا غير اولا بوحدها. كنميلونجي الكل مزيان، غنزيد عليهم البطاطا باش حتى هي كتلبس ليا بديك التوابل وبديك صوص طوماط. كنحاول انني نشحرها واحد دقيقه تقريبا بحال هكا مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا جميع المكونات. ممكن تضيفوا الزيتون، اي تغيير بغيتو تزيدوه ممكن تزيدوه، ولكن الا اعتمدتوا هاد الطريقه بجميع التفاصيل فكونوا اكيدين غتنال الاستحسان ديالكم. فهنا زدت ليها الفرماج. ممكن في هاد المرحله ما ديروش الفرماج، ديروا البيض، كاين اللي كيعوض البيض بالفرماج، ولكن بالنسبه ليا كنفضل الفرماج احسن. صافي غندير رشه خفيفه ديال الفرماج وخليه حتى كيذوب. كنزينو بشويه ديال القزبر ومعدنوس، من الاحسن يكون طري، انا كان عندي غير في المجمد. شوفوا معايا التعليكه كيفاش كتجي، والمذاق لا يقاوم، فكونوا اكيدين الا جربتوها ما غتبقاوش تستغناو عليها. بسيطه، كتوجد في اقل وقت، ممكن تحضروها مع شليضه، عويصير، ها هو الغدا ديالكم ولا العشاء ديالكم طالع اليز. كيف ممكن قلت لكم تعتمدوها كحشوات الساندويش، هكا الخرجات، بحر، بيكنيك، اي حاجه. فوصفه اكيد الا جربتوها غتنال الاستحسان ديالكم، وبنينه كما قلت لكم. قد ما هي المقادير ديالها بساط، قد ما اللذه ديالها لذيذه بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم وتجربوها، فاكيد الا جربتوها غتولي عندكم معتمده وغتفاجئوا العائلات ديالكم ووليداتكم. ممكن تدخلوا فيها كذلك حتى خضيره، هكا وليدات ما كيعيقوش بها، مع الفرماج عزيز عليهم، فلا دخلتوا لهم خضيره من الداخل فما غيردوش ليها البال. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تشاركوني الاراء ديالكم في التعاليق. الى اللقاء، نتلاقاو في وصفه جايه ان شاء الله.